السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده جايلكم بفيديو جديد وبالتالي جايلكم بوصفة جديدة. هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين مربى البرتقال، شايفين قوامها عامل ازاي وشايفين كمان لونها عامل ازاي. بجد كانت جميلة جدا ووفرت معايا، عملت معايا الاتنين كيلو، عملوا معايا كمية كبيرة جدا. تعالوا بقى ندخل الفيديو ونشوف احنا عملنا المربى الجميلة دي ازاي ووفرنا ازاي. طبعًا زي ما أنتم شايفين أنا معايا دول حوالي 2 كيلو برتقان، بس هُم بصراحة ناقصين واحدة، لإن أنا بنتي خدت منّهم واحدة، يبقى دول هنتعامل على أساس إنّهم 2 كيلو برتقان علشان بس تبقوا عارفين عيار السُكّر، وأقول لكم على عيار السُكّر المضبوط اللي إحنا هنستخدمه في المربى بتاعتنا. فأنا طبعًا معايا البرتقان زي ما أنتم شايفين، أنا غاسلاه طبعًا كويس، لإن أنا هاستخدم القشر بتاعه. فأنا معايا القطّاعة بتاعة البطاطس دي هتسهّل عليكِ طبعًا قطّاعة البطاطس، وهتقدري تتحكمي إن أنتِ تاخدي القشرة اللي هي لونها برتقاني اللي برّه دي، تاخديها كده رقيّقة وخفيفة، ما فيش فيها الأبيض اللي تحتها ده. فمش السكينة يعني مش هتعرفي تتحكمي فيها أوي زي القطّاعة بتاعة البطاطس دي، هي اللي هتسهّل عليكِ. فزي ما أنتم شايفين أنا خدت القشرة الرقيّقة اللي هي لونها برتقاني دي. وزي ما انتم شايفين معايا برضو ليمونه، خدت القشر بتاع الليمون مع القشر بتاع البرتقال. وهعمل بقى ايه، هاحاول بقى اقطع القشر بتاع البرتقان ده تقطيعه صغيره، بقى تقطعيه بالسكينه، تقطعيه بالمقص زي ما انا عملته كده، اسهل لك كتير تفرميه في الكبه انتي وراحتك. بس بصراحه انا يعني عملته كده بالمقص وانا واقفه، ما خدش معايا وقت ولا حاجه. طيب هنعمل ايه بالقشر ده؟ احنا القشر ده هنستخدمه برضو في المربى. هنحطه الاول على النار ونسيبه يغلي لغايه ما يستوي تماما. يعني انا قطعته زي ما انتم شايفين، وهحطه طبعا في حل على النار لغاية ما يستوي معايا تماما. ومعاه كمان القشر بتاع الايه، الليمونة، اللي انا برضو هستخدم الليمون ده كمادة حافظة. انا مش هستخدم ملح ليمون ولا هستخدم حاجات من دي خالص. انا كل الحاجات اللي هستخدمها في المربى بتاعتي طبيعية. فانا حطيته في الحلة زي ما انتم شايفين، وهحط عليه مية بقى، وهسيبه بقى على النار لغاية ما يستوي تماما. تمسكي القشرة في ايدك كده تلاقيها مستوية، هو ده اللي انا عاوزاه. هرفعه على النار بقى. وطبعا انا كان حطيت نص الليمونة على القشر، يعني نص ليمونه على القشر بتاع البرتقال، والنص التاني هخليه علشان هحطه في المربى نفسها. فطبعا بعد كده بقى ايه، بعد ما رفعت قشر البرتقال على على النار، هرجع بقى ايه للبرتقال نفسه. هبدا بقى اشيل الطبقه البيضه اللي هي بتكون تخينه دي اللي في البرتقانه، مش عاوزاها تماما. احاول على قد ما اقدر اشيلها. واي قشر ابيض كده في البرتقانه احاول انضفه جدا. طبعا البرتقال اللي معايا ده برتقال بسره، وينفع طبعا ببرتقال بلدي. بس طبعا يعني عيار السكر بقى بيختلف. البرتقال بسرة بياخد كمية سكر غير البرتقال البلدي. فاحنا خلينا علشان احنا هنعملها بالبرتقال ابو سرة، فخلينا في عيار السكر ان كل كيلو برتقان عليه نص كيلو سكر. ده بالنسبة للبرتقال ابو سرة اللي احنا هنستخدمه في وصفتنا النهاردة. يبقى كل كيلو برتقان عليه نص كيلو سكر. الاتنين كيلو برتقان هياخدوا كيلو سكر، تمام. فزي ما انتم شايفين انا كده بحاول ايه، انضفها كويس جدا من القشر الابيض. القشر الابيض ده هو اللي ما بيحافظلكيش على عمر المربى ان هي تقعد معاكي فتره طويله، لان هو ده يعني ايه، بيخلي المربى تعفن وكده. فاحنا هنحاول نشيل على قد ما نقدر، ما نخليش اي قشر ابيض ابدا في البرتقال. وقطعته زي ما انتم شايفين كده مكعبات، قطعي بقى بالطريقه اللي تعجبك. انا قطعته مكعبات كده زي ما انتم شايفين، وهبدا اضيف عليه السكر اللي انا هستخدمه. طبعا ده معايا كيلو من السكر، زي ما قلت لكم ده اللي معايا ده اقل من 2 كيلو برتقال، فانا هحط له كيلو الا ربع سكر. ارجع اعيد تاني واكد عليكم، النص كيلو برتقال الكيلو البرتقال بياخد نص كيلو سكر، الاتنين كيلو برتقال بياخدوا كيس سكر كامل كيلو، تمام. فانا طبعا لان انا مش معايا كيلو كامل، فهحط كيلو الا ربع من السكر. زي ما بوريكم بقول لكم انا خدت حوالي كيلو الا ربع كده من السكر، وقلبته طبعا كويس في البرتقال. وهسيبه بقى، ممكن تعملي يعني الحكايه دي من بالليل وترفعيه على النار تاني يوم الصبح، او تسيبيه حوالي 4 ساعات. المهم تسيب البرتقال في السكر مده طويله. وبعد كده بترفعيه على النار. وهنا كنت بوريكم القشر بتاع البرتقال بعد ما استوى تماما. جبته طبعا وصفيته وغسلته. الميه طبعا بتاعه القشر بتاع البرتقال دي طبعا مش هنرميها، انتوا عارفين احنا بنعمل بيها ايه، بنستخدمها معطر في المطبخ، او بنستخدمها على السائل بتاع غسيل المواعين، وبنلمع بيها الاحواض وكمان ارضيات الحمام وكل حاجه. فاحنا مش هنرميها، هنشيلها كده ونحطها في برطمان ونحط عليها شويه خل ونستخدمها كمنظف او كمعطر، تمام.
المربى بتاعتنا زي ما انتم شايفين بقى بدأت تغلي. هنعمل ايه؟ هنبدأ نشيل الريم اللي على الوش المربى ده، لان الريم ده برضه هو اللي بيأثر لنا من عمر المربى، يعني بيخلي المربى ما تقعدش معانا فترة طويلة وتبوظ. فاحنا مش عايزين نخلي ابدا ريم على وشها. كل ما تغلي كل ما نشيل الريم من على وشها، كل ما تغلي كل ما نشيل الريم من على وشها، لغاية ما يبقاش فيها ريم نهائي. زي ما انتم شايفين انا بشيله كده، وبعد كده لما تغلي تاني برضو هشيل الريم اللي على وشها لغايه ما هتشوفوها معايا مش هيبقى فيها ريم ابدا، لان زي ما قلت لكم الريم ده اللي هو اللي بيبوظ لنا كل حاجه، بيبوظ المربات وحتى في المخلل او في اي حاجه. فشوفوا زي ما انتم شايفين انا شيلته خالص ما بقاش موجود. وكل ما طبعا انا بقلب فيها كل شويه علشان ما تلزقش مني ولا تتحروق ولا كده، وكل ما الاقي ريم على وشها اقوم شايلها بالمعلقه بتاعتي لغايه ما يبقاش فيها ريم تماما. طبعا هي غلت والبرتقال استوى وما بقاش فيه غير اللي هو العسل اللي السكر عمله كده. هنبدأ بقى ايه، شايفين بوريكم ده اللي هو ايه، يعني فيها صوص بسيط كده من الايه، من السكر. هنبدأ بقى نعمل ايه، هنبدأ بقى انت بالهاند بلندر او بالكبة او بالخلاط زي ما انا هعمل كده، او بهرسة البطاطس على حسب انت وراحتك، او على حسب انت عاوزاها ازاي. انا في ناس بتحبها قطع، اي مربى يعني اي مربى فواكه، في ناس بتحبها قطع وفي ناس بتحبها يعني بتفرمها جامد قوي في الخلاط. لا انا بحبها مخرزه شويه كده، ولا هي ناعمه قوي ولا هي قطع. فانا ايه، ضربتها ضربتين اتنين بس كده في الخلاط، وهبدأ بقى ايه، ارجعها في الحلة بتاعتي تاني علشان هرجعها على النار تاني. شايفين انا القوام ده بالنسبة لي مناسب. انتي طبعا ممكن تنعمي اكتر من كده، او ممكن انتي تخليها قطع خالص ما تفرموهاش، او ممكن انتي بالهرسة بتاعت البطاطس كده ايه تديها فرمتين. طبعا انا معايا القشر بتاع البرتقان طبعا، هبدأ بقى اضيفه بقى على المربى بتاعتي، وهخليها تغلي غلوتين اتنين بس، وبعد كده هطفي عليها النار. شايفين، أنا مش عاوزه اقول لكم بقى الريحه بقى في الوقت ده كانت عامله ازاي. هي دي اللي بتدي النكهه للبرتقان. سيبك من قلب البرتقانه، بجد قشر البرتقان ده سحر يا جماعه في حاجات كتير. علشان يعني ايه، يعني مش مديله قيمته وبجد بنرميه، لا احنا هنستخدمه ان شاء الله في حاجات كتيره جدا يعني. فهنسيبها بقى تبرد تماما، وبعد كده نبدأ بقى ايه، نجيب البرطمانات اللي احنا هنعبي فيه المربى. البرطمان بتاعي طبعا مغسول ومتعقم ومتصفي وناشف تماما، مفيهوش ولا نقطة مية، علشان نحافظ على عمر المربى بتاعتنا ان هي تقعد معانا فترة طويلة لغاية ما تخلص وتبقى طعمها جميل زي ما هي. هنبدأ بقى ايه، نعبي كده الايه البرطمانات بتاعنا، وهنشوف ال2 كيلو برتقان عملوا معانا قد ايه. يعملوا معانا كمية ما شاء الله، كمية كبيرة جدا. طبعا يعني ايه، احنا مش هنقول وفرنا بالمعنى الحرفي للتوفير، لان مفيش توفير دلوقتي، الحاجه كلها غاليه. بس انتي لو حسبتيها ان انتي مثلا طلع معاكي كيلو ونص من المربى، شوفي انتي لو هتروحي تشتريهم هتشتريهم بكام، وكمان ضامنه نظافتها وانت عاملاها في البيت من غير اي مواد حافظه. كل المكونات اللي استخدمنا منها مواد طبيعيه، ما ضفناش اي مواد حافظه. فياريت بقى الفيديو عجبكم تشتركوا عندي في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.